وين راح النجم اللي كنا احنا ننتظره؟ كيليان امبابي، الاسم اللي كان من المفترض انه يكون المنقذ، ان يكون القائد والنجم الابرز للريال في غياب فينيسيوس. لكن السؤال اللي يطرح الجميع الحين، اين امبابي الذي انتظرناه؟ كيف للاعب بحجمه، بقيمته، بامكانياته التي جعلته احد ابرز نجوم العالم ان يظهر بهذا المستوى؟ كيف للاعب مثل امبابي يكون عاجزا عن اثبات نفسه في لحظات الحسم؟ ركلة الجزاء الضائعة لم تكن مجرد خطأ، بل كانت مرآة لواقع محبط. لاعب بهذا الحجم كان يجب أن يثبت أنه قادر على حمل الفريق في الأوقات الصعبة، لا أن يكون مجرد اسم كبير بلا تأثير. هل ضغوط اللعب ريال مدريد أكبر مما يستطيع امبابي تحمله؟ أم أن المشكلة أعمق، وأن النجم الذي كنا نعتقد أنه هو الوريث القادم للأساطير بدأ يكشف عن حدود إمكانياته؟ سؤال يفرض نفسه، هل امبابي فعلا ذلك النجم الذي يعول عليه في اللحظات الكبرى؟ أم أن ريال مدريد يحتاج إلى أكثر من مجرد اسم كبير؟ شاركونا آراءكم، خلونا نناقش الحقيقة وراء كيليان امبابي. اكتب لنا رأيك عن مستوى كيليان امبابي.